أهلا بكم. كلنا عارفين إن كلمة sign معناها يوقع، لكن النهاردة هنتعلم معاني جديدة لكلمة sign أو فعل sign في اللغة الإنجليزية. دايما لما بنقول sign in دي معناها اللي أنت بتخش مكان أو بتدخل مكان بتوقيع اسمك، وكمان لما بتعمل sign out معناها اللي أنت بتخرج من مكان برضه بتوقيع اسمك. يبقى عندي كلمة sign in و sign out. sign in بتدخل مكان بتوقيع اسمك أو بالباسورد والإيميل بتاعك، وكمان sign out بتعمل عملية خروج باسمك أو بالإيميل والباسورد بتاعك. طيب، دلوقتي هناخد كلمة اسمها كلمة sign with. كلمة sign with دي تيجي بمعنى تمضي عقد. يعني ايه تمضي عقد؟ لو جيت قلت لك مثلا ميسي، طبعا عارفينه طبعا لاعب الكرة الشهير، ميسي signed with ريال مدريد. signed with معناها هنا ايه؟ معناها مضى عقد مع. signed with مضى عقد. تمام. يبقى كده عرفنا sign in و sign out وكمان sign with. دلوقتي هنخش على. طيب، عندي كمان كلمة sign on. sign on هنا معناها يعين. يعني ايه يعين؟ لو جيت قلت لك we need to sign on two persons معناها اللي احنا محتاجين ايه؟ محتاجين نعين هنا ايه؟ نعين شخصين. يبقى we need to sign on. sign on معناها هنا ايه؟ نعين شخصين. sign on two persons. طيب، كمان عندي sign up. دايما لما بتعمل حساب على الفيسبوك في الاول بيعمل لك عملية sign up. يعني ايه sign up؟ اشتراك. يبقى تعمل ساين اب قبل ما تعمل ايه؟ ساين ان. يبقى ساين اب الاول بعد كده تعمل ساين ان. يعني ايه ساين اب؟ يشترك. فلو جيت قلت لك I have signed up to make the sandwiches معناها انا شاركت في عمل الساندوتشات for the party للبارتي او للحفله. يبقى كلمه sign up معناها يشترك. طيب، لو جيت قلت لك برضو نفس المعنى بتاع sign up، لو قلت لك مثلا last year السنة اللي فاتت many people الكثير من الناس signed up for my English course معناها كتير من الناس شاركت أو اشتركت في الانجليش كورس، الكورس الانجليش بتاعي. طيب، هنخش على sign for. sign for لو حد بعت لك توكيل اللي انت توقع باسمه، دي اسمها sign for. توقع باسم حد. يعني لو جيت قلت لك مثلا I have the right انا معايا الحق to sign for my brother اللي انا ايه؟ اوقع نيابة عن ايه؟ عن اخويا. يبقى دي اسمها ايه؟ دي اسمها sign for. اتمنى يكون المحتوى عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في قناتنا على اليوتيوب Learn English with Jimmy. تلاقوا عليها كورسات كتير، يا ريت تتابعونا.